مازال في بلاد الغاز ومحتاجين مازلنا نشعلوا بالحطب، في بلاد الغاز ونشعلوا بالحطب، في بلاد البترول ومشتاقين والليسونس غالي طاير في النار والتريسيتي تاع فرنسا والجزائر يسلكوه ناس الصحراء. وخالتها وخطيب خالتها في الرحله هذيا، يعني 3 من افراد عائلتها من جمله 4 موجودين في الحكايه هذيا. وقتاش صارت الحكايه؟ شنو تفاصيلها؟ اميمه مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا. الو بيا عسلامة. مرحبا بك يا اميمه. مرحبا. عايشك اختي. اميمه شنو اللي صار بالضبط؟ بوك وخالتك ورجل خالتك موجودين معناتها، خطيب خالتك فوالا موجودين 3 في الحكايه هذيا. كيفاش صارت الحكايه؟ مشاو يحوسوا، مشاو شنو يعملوا بالضبط؟ اعطيني تفاصيل. الحكايه بالضبط انه هما مشيو رحله تجاريه، يعني كيف العباد الكل يمشيو ياخذوا سلعه باش يبيعوا ويخدموا على رواحهم. مشاو يسلعوا من الجزائر معناتها كيما نقولوا بلغتنا فوالا. فوالا بلغتنا احنا مشيو يطلعوا يعني من الجزائر كيما اي مواطن توا قاعدين يعملوا في رحلات، يعني يمشيو للجزائر باش يطلعوا باش انهم ينجموا يخدموا. واضح. اي اول مره يمشيوا الساعه ولا مش اول مره؟ لا ماهيش اول مره، هما مشاو قبل معناها ويدخلوا على طريق الديوانه ويطبعوا غاديكا يخرجوا، معناها عندهم علم بهم ديما يمشيوا رحلات ويروحوا. باهي. هاي شنو اللي صار المره هذيا مخالف لقبل؟ المره هذيا مانيش عارفين الحكايه بالضبط. احنا الحق المره هذيا انه هما نشوفت انا على برشا باجيت اللي هما مهبطين اللي هما معناها تم ايقافهم البارح. انه الحكايه ماهيش صحيحه، هما ما تمش ايقافهم البارح، هما توقفوا تحديدا عندهم توا اكثر من 12 يوم بالضبط، توقفوا نهار 18 ديسمبر. 18 ديسمبر هما توقفوا نهار 18 ديسمبر، كانوا خارجين من الجزائر يعني امور قانونيه، امورهم ماشيين امور قانونيه متعدين على الديوانه معناتها عبر البوابه الحدوديه. صحيح فوالا التفاصيل بالضبط انه هما كانوا في الكيوسك عبر ليسونس متعدين على الديوانه وعندهم السلعه اللي ماخذينها بالفاتورات، امورهم قانونيه معناها ماهوش تهريب. لقيت برشا مهبطين قالوا انهم هما تهريب على طريق الجبل وكل شيء، لا الحكايه غلطه، انه هما راهم ماهمش على طريق الجبل، خرجوا معناها خرجه قانونيه ومتعدين على الديوانه وامورهم واضحه بفاتوراتهم وبكل شيء السلعه اللي جايبينها. الحافله تونسيه ولا جزائريه؟ الحافله جزائريه. باهي. هاي تم ايقافهم وتم الحكم عليهم 10 سنين. شنو هي السلع اللي جايبينها معناتها؟ عندك فكره ولا ما عندكش فكره؟ السلعه اللي جايبينها ديجا مهبطين التاور، يعني مبالغين فيهم باش نقول بمعنى اخر شويه الصح. هما جايبين من عائلتي انا، نحكي معناها انا نتحمل مسؤوليه على الكلام اللي نقوله بالنسبه لعائلتي انا. جايبين مواد غذائيه معناها واحد الكل، ما نتصورتش معناها انه باش توصل الحكايه هكا كيف ما هما يقولوا برشا تهريب وحاجات والكل. لا هما جايبين صحيح مواد غذائيه معاهم، ديجا التاور قاعده تدور يظهر لي معناها وشافوها الناس الكل شنو اللي هما جايبين معاهم. اما نعاود ناكد لك اللي راهو شنو جابوا زيت، نتفكر معناتها الزيت وشنو اخر؟ بالنسبه لعائلتي انا ماهوش يتبعهم الزيت، هما ما جابوش الزيت بشهاده التجار اللي هما خذوه من عندهم، يعني في زير غاديكا بالفاتورات عندهم شنو خذاو. بيقول لي خلينا نعطيو فكره. فوالا جايبين مواد غذائيه بما فيهم يعني البسكوت والجو الحلوى الشوكولاته، فهمت الحاجات هذيكم يعني كل شيء بالفاتوره. الحاجه انه صارت قلت لك اللي هما توقفوا نهار 18 ديسمبر، اللي الجلسه نتاعهم صارت بعد 5 ايام يعني، وفي الجلسه هذيك الجلسه الاولى معناها تم الحكم عليهم ب10 سنوات حكم كيما هكايا معناها الحق ياسر. تصدمتوا معناتها في العائله على ال10 سنين اللي خذاوها؟ تصدمنا احنا معناها راهو احنا اللي في الحكايه معناها كونه فيها الطاره مسؤول على 6 صغار، يعني هو اللي لاهي بينا، هو اللي قايم بينا، هو اللي يصرف علينا، تصور معناها البو هو رب العائله. هو معناها اللي قايم بكل شيء. فيهم خالتي كيف معاهم في الحكايه، يعني هي اللي لاهيه بامها مراه كبيره اللي هي مميتة، مراه مريضه عندها مرض مزمن وكل شيء، دونك هي اللي قايمه بيا وهي اللي لاهيه بها. معناتها انتم شو الطلب نتاعكم اليوم السلطات التونسيه؟ احنا الطلب نتاعنا الحق انه نتمناو ان السلطات التونسيه نتاعنا ثقه في اولادها، خاطر هذوما اولادها يتسميو انهم باش يتهينوا بالطريقه هذيك. شفت التصاور انه يوصلوا معناها يتهينوا بالطريقه هذيك توانسه في بلاد اخرى ويتم الحكم عليهم ب10 سنوات، ومعناها دولتنا ما دخلتش الجمله على خاطر شعبها، لا نظروا لهم في الحكم لا حتى شيء. الحق نطلب من السلطات ومن سياده الرئيس معناها نتاعنا انه يتدخل في الحكم هذيا. ما نعرفش انا شنو ينجم يصير بالضبط، يتخطوا عليهم معناها عائله راهي تسمى عائله. معناتها 10 سنين بالنسبه
عليكم انتم حكم ثقيل جدا معناتها على عائله حاولت تدخل مواد غذائيه. عائله معناها حكم ثقيل ياسر، عائله راهي تدمرت. قلت لك انا بابا معناها بوسته صغار، خالتي معناها وراها امها اللي هي بيها معناها الحق 10 سنين، معناها عائلتك تم تدمرت فيها. هات نشوفوا ملابسات القضيه في القطر الجزائري وتفاصيل هذه القضيه. يحضر معنا زميلنا الصحفي الجزائري حمزه الحناشي مباشره من الجزائر. حمزه مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا. مساء الخير زميلتي هدى، مساء الخير ليك وكل مستمعين إذاعة الديوان في تونس، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا حمزة. القضية هذه كنت تسمع في ابنة أحد المسجونين، ما عندناش برشا تفاصيل الحقيقة في تونس لأنه القضاء المتعهد بهذه القضية هو القضاء الجزائري والحكم صار في الجزائر. شنو عندك تفاصيل على القضية هذه؟ نعم زميلتي هدى، فعلا وحسب بيان وتصريح رسمي لمصالح الامن الجزائريه على مستوى ولايه تبسه، انه منذ ايام قليله بعد ورود معلومات تفيد بتهريب سلع للدوله الشقيقه تونس عن طريق حافله جزائريه، مصالح الامن الجزائريه باشرت تحرياتها وتم توقيف هذه الحافله على متنها 9 اشخاص، منهم 2 جزائريين و7 تونسيين، منهم في حتى نساء يتراوح اعمارهم ما بين 20 الى غايه 70 سنه. تم حجز مواد غذائيه كبيره وكبيره جدا، منها صفائح الزيت، منها مواد غذائيه عامه، منها البسكويت يعني المخصص للاطفال الصغار. تم حجز جميع جوازات السفر اضافه لمبلغ مالي يقدر ب 4000 دينار تونسي، وتم احالتهم على الجهات القضائيه بتهمه جنايه التهريب، وهي الجنايه المشدده في القانون الجزائري، وتم النطق بحكم 10 سنوات سجنا في حقهم. هذه العقوبه معناتها في الجزائر اللي شدوه معناتها مهرب مواد غذائيه ولا في قضيه التهريب، الحكم هو 10 سنين سجن. هذا حكم ابتدائي، عندكم بعد استئناف ولا ما عندكمش؟ معناتها كنت تعطينا شويه تفاصيل على القضاء الجزائري كيف يعمل في هذا الاطار. نعم زميلتي هدى، محكمة الجنايات هو حكم أولي يعني ابتدائي يمكن الطعن فيه بالاستئناف لديها جهات محكمة الجنايات الاستئنافية على مستوى ولاية تبسة الحدودية. هذه العقوبة يعني هي عقوبة القانون الجزائري لا يتسامح مع هذه الأمور، خاصة عندما يتعلق بالتهريب والجريمة المرة عبر الحدود، باعتبار أن الحافلة كانت مغادرة لتراب الجزائر باتجاه شقيقة تونس. القانون الجزائري كانت مغادرة عبر البوابة وإلا كانت مغادرة من طريق آخر، معناتها مرة عبر الديوانة ولا مش عبر الديوانة؟ لا زميلتي هدى، تم توقيف الحافله قبل الحدود الجزائريه، لم تكن امام المعبر نتاع الحدود الجزائريه. فوالا مازالت ما وصلتش. نعم، وهذا حسب تصريح قائد الدرك الوطني على مستوى ولايه تبسه، يعني في تصريح يعني رسمي وعن طريق فيديو في تصريح رسمي للصحافه الجزائريه. تم توقيف هذه الحافله قبل وصولها للنقطه الحدوديه. ما هيش في البوابه، معناتها ما تعدتش بالبوابه، فلا مازالت قبل الوصول الى الحدود تم ايقاف هذه الحافله. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا زميلنا الصحفي حمزة الحناشي، كنت معنا مباشرة من الجزائر. شكرا على كل التفاصيل. خذينا الزوز رواية، فوالا اعطيناكم رواية أحد المسجونين في هذه القضية في الجزائر، ابنة أحد المسجونين التوانسة، وخذينا زميلنا الصحفي حمزة الحناشي أعطانا تفاصيل هذه القضية. هكا وصلنا لختام هذا اللقاء. شكرا لكل الفريق، شكرا عمر، شكرا